السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا في فيديو جديد. في هذا الفيديو سوف أقدم معلومات بسيطة عن المنتخب الموريتاني خصم المنتخب الجزائري في الجولة الثالثة من بطولة كأس أفريقيا. قبل البداية أتمنى منكم لا تنسى الاشتراك لايك للفيديو سيكون جديد، ولنبدأ أوكل في التفاصيل أكثر. والبداية سوف تكون مع تصنيف الفيفا. المنتخب الموريتاني على المستوى العالمي في المركز 99، أما على المستوى الأفريقي في المركز 21. أما القيمة السوقية 12 مليون يورو. أغلى لاعب من المنتخب الموريتاني قيمته 5 مليون يورو فقط. نظام اللعب هو 4-4-2، والمتوقع في لقاء الجزائر هو 4-4-2، لأن هذه التشكيلة يشاركون بها كثيرا في اللقاءات الكبيرة. نقاط القوة هو وسط ميدان الجيد، الأجنحة للأمانة فعالة وممتازة، وكذلك صعود الأظهرة خصوصا الظهير الأيمن فهو ممتاز ويساهم هجوميا بطريقة جيدة وممتازة. نقاط الضعف الأخطاء المدافعين، وخصوصا المدافع رقم 5 يقوم بها فوات كارثية في اللقاءات، وكذلك التمركز السيء لحارس مرمى في الكرة العالية. رغم أنه يعاد أطول حارس في البطولة، لكن تمركزه يكون سيء في أغلب المباريات. أما آخر لقاءات المنتخب الموريتاني في مختلف المسابقات، انهزم ضد منتخب أنغولا في كأس أفريقيا ب3 أهداف لهدفين، انهزم ضد بوركينا فاسو بهدف لصفر في كأس أفريقيا، تعادل مع تونس بنتيجة سلبية في مباراة ودية، تعادل مع جنوب السودان بنتيجة سلبية على مستوى تصفية كأس أفريقيا، وخسر أمام الكونغو الديمقراطية في تصفية كأس العالم بالنسبة لأفريقيا. للأمانة منتخب موريتانيا قدم مباراتين جيدتين في اللقاء الأول والثاني، لكنه انهزم بسبب الأخطاء الدفاعية الكارثية، وكان يستحق على الأقل نقطة إيجابية في كل مباراتين الأولتين. لكن منتخب موريتانيا يبقى منتخب صعب وقوي، خصوصا أنه عندما يكون متكتل دفاعيا يصعب التسجيل في مرماه. هذا وكل شيء، وإلى اللقاء.